السلام عليكم اخواني واصدقائي. اول شيء وقبل كل شيء صلوا على رسول الله الكريم. قصتنا اليوم عن عزرة اليهودي. عزرة هو شخص يهودي يشتغل حد خيل وحداد وصايغ ذهب. بالمكان اللي بيه عزرة بيه بنت الله معطيها من الجمال شيء يعدى الخيال. هاي البنت هي بنت الشيخ، والبنت محصنة ولا حدا يقدر يصل لها. فعزرة عجبته هاي البنت وحب انه يوصل لها. حاول بكل الطرق عليها ولا قدر انه يوصل لها. اخت عزرة تشتغل خادمة عند هاي البنت، فسوى عزرة لاخته كمامة مال ذهب وقال لها تلبسينها قدامها وتخلينها تشوفك. لبستها البنت فشافتها هاي بنت الشيخ، قالت لها اريد هالكمامة. قالت لها هاي ما اقدر انطيها، يذبحني عزرة. قالت اجل تخلينه يسوي لي وحدة مثل هاي الكمامة وشي يريد مال حلال اعطيه. راحت البنت العزرة قالت له، فسوالها وحدة وهو يدري انها راح ترد له. خلاها تكون شوي كبيرة على هاي البنت. قالت هاي كبيرة خلي يسوي لي وحدة أصغر. سوالها وحدة أصغر، قالت هاي صغيرة. فقال لأخته قال خليها تطلع بالليل أخذ قياسها وترجع. طلعت هاي بنت الشيخ على عزرة، خذ القياس، صار مرة يزود سنسلة ومرة ينقص علشان يطول المدة بينه وبين بنت الشيخ. بيوم من الأيام اختلف هاي البنت وخذ اللي يريده منها. حبلت هاي البنت، فأهلها عرفوا، تشاوروا وتناقشوا هم وجهاء العشيرة. فوجهاء العشيرة كلهم حلفوا عن هاي البنت وبروها، والبنت يعني محصنة ما تطلع. فضربوا لأبوها مثل بسيدتنا مريم العذراء، قالوا له لا تذبحها، خاف الله يخسف بينا الأرض، خلها لمن ما تلد ونشوف. ولدت هاي البنت، الولد جده شيخ وأبوه يهودي. طلع الولد ملعب، فيجي يلعب على اشتاخ الناس بالمضيف. بيوم عزرة استخل المضيف ما بغير شايب قاعد، فجاء هذا الطفل وصار يلعب على شتوف عزرة. فالتفت عليه عزرة وقال له يا هل تلعب على شتافي من آباك، وبيدي صغة نهد أمك وانا باك، إن كان جدك السلطان من هو أبوك، أنت وليدنا ما بقدرش. والله الشايب احترف عليه، قال وش قلت؟ قلت يا هل تلعب على شتافي من آباك وبيدي صغة حجل أمك وانا باك، إن كان جدك السلطان من هو أبوك، أنت وليدهم ما بقدرش. قالوا لا نريد الحكي الأول. عزرة انهزم، هذا الشايب فزع، قالوا الحقوا عزرة. عزرة دخل على أحد الشيوخ، لحقوه طبوا وشافوه عند هذا الشيخ، حكوا له القصة ورجعوا. أخت الشيخ هذا اللي التجأ له عزرة سمعت بالسالفة، سوالف عزرة وشافت عزرة فأعجبت بعزرة. هذا الشيخ يطلع دائما للقنيص وللصيد، فلما طلع قال العزرة، قال له أنا طالع يا عزرة بس عليك العهد واليمين، شو يصير بهالبيت تخبرني. والله طلع هاي البنت أخت الشيخ دارت الفرس من قدام البيت وقالت له داه داه تشد انتباه عزرة. جاء هذا الشيخ قال له هاي يا عزرة شكو ماكو، قال طلع يرتع يقول للمهر ديدا صغير السن مو مرضوع، ديدا علي بين الوريد وبين ديدا ملالي تيهت حرف الكتاب. قالوا صبرا جميل والله المستعان. المرة الثانية طلع الشيخ، فهذه بعد ما طلع الشيخ جت تكنس الرابعة، وعزرة مسوي حاله نايم وهي لابسة حجول وتكنس. اجى الشيخ قال له هاي يا عزرة، قالوا صدعني بردس حجلة مر يعودة ومثل غيمة تجهجه، مر يعودة ترف خده ورد قندس، مر يعودة حرام ما ضاقته عوجة الأرقام. سكت هذا الشيخ ما حكي. المرة الثالثة قام من يطلع الشيخ تجي تقعد عند عزرة تسولف وتضحك وتدخن معاه. فلما اجى الشيخ قال له هاي يا عزرة، قال له سنونة سطر تليل ومبردية من الترياق ريجة، مبردية علي لاني بساية ولا بردية، أنا المعجبني حديثها واللغة.
هذا جاب له قلش على حاله وقال له يابا اسلم واعطيك اياها. قالوا لا والله مسلم. قالوا عجل انهج. طلع هذا عزرة طلع يدور له على عرب يحتمي بيهم. شاف عرب مضعنة جاية باتجاهه، قام تخبى. قال تخبى لمن ما تجاه العرب تشوف من هم، يخاف على روحه من عشيرته. لما وصلت العشيرة وانها هاي عشيرته ودا يدورون عليه، قام اختبى منهم حفرة. فلما تخبى بهاي الحفرة الله جاب الذلول وبركوا بجنب هالحفرة. قال تطلع هي هاي البنت ام الولد اللي كانت المشكلة بسببها. فلما شافها عزرة قال يحجلنا في الغرب سعنة لابو خد اللي يشابه ورد سعنة يناهي ان كان هودجكم يسعنا علينا ضاجت بجوج الخلا. قالت له اركب. ركبته واخذته على ابوها، خلته بالهودج ونزلت على ابوها مرتين، والثالثة تقول له يا ابوي طلبتك. يقولها صبتي يا لون عزرة. هي بالمرات الاولية لما تطلب من ابوها طلب تقول له يا ابوي طلبتك، يقولها صبتي الا عزرة. هالمرة هاي خلى بيها عزرة. قالت له يا ابوي طلبتك، قالها صبتي يا لون عزرة. قالت هي بالله عزرة. قال وين؟ وقالت عندي. قال خليه يجي. قالت ايش له؟ قال له العهد واليمين. جاء عزرة قال له يا عزرة لك 3 ايام فكر بالموضوع، يا تاخذها وتقعد يا تنهج والعرب تطاردك، وين ما ولوك يذبحونك. والله عزرة صار يفكر بالكلام. البنت هذه التحصين الاولي ما فاتها، قامت تطلع وتفوت مع بنات العشيرة. شافها عزرة عنده 3 ايام يا ينهزم يا ياخذها، وقاعد يفكر ومشغول. فلما شافها قال 3 ايام كتن مر قبهن صعد الروس العوالي، مر قبهن سعيد العنقهن من رقابهن ومثل الذيب حط بيهن اياه ومشي. المهم قربت تخلص هاي المدة. فعزرة قال خل اشوف دين الاسلام اذا له كرامة وزين ادخل بدين الاسلام واخذه، واذا مو زين اظل على ديني وانهزم. الحقهن على المي. فيومها كان بغيم وهواء، فهذا نلقى احنا الجربة والهواء يردها. فقال هو نهض غيم من جديد وغيم باروج وشيبني زماني قبل ما اروج. باروج امانه بالنبي طه لا تخط المي، الروج تهدى ليه ما يروون الاحباب. يقول لك بقدرة الله المي وقف. فهذا دخل عنده الاسلام، حب انه يسلم على دور قبل لما البنيات يرجع من المي والحطب فيقعد يلتمن ويقعد ياكل من الزبد. فهاي تاكل وتعنجف عن الزبد. فشافها عزرة فقال لبس خسر العقيق وخسر لولاك وزبد يعدي بسنون الترف. لولاك يا ناهي ما ركبنا الدرب، لولاك ولا مست رجايبنا الاتعاب. المهم عزرة راح على ابوها علشان ياخذها، قرر انه خلاص بده يتزوجها. فقال لبس خسر العقيق وخسر مسلم وصواب الصابني ما صاب مسلم، عف الدين اليهودي وصرت مسلم على يدك يا مشروع الدواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.